سلام سلام بنات، كيف نتوما؟ مزيانين بخير؟ نتمنى تكونوا كاملكم بخير. العائله ديالي نتمنى تكون بخير وعلى خير. وبشركم مبروكه. جيت نقدم معكم لحم الراس بالبصله والزبيب، بما انه قرب العيد ان شاء الله. اللي بغات تستفاد، رغم انك انا عارفه كاع تبارك الله راكم حادقين توجدوا تبارك الله من كاع الشهيوات. المهم عندي واحد الراس هنايا مغسول مزيان ومقسم على جوج. هنا درت مع العطريه كما شفتوا، ودرت مع الثومه هكاك صاينه، كاين اللي كيبغي ياكلها كاين اللي ما كياكلهاش. واحد المعلقه ديال السمان، شويه د القرفه، شويه القزبر حبوب، شويه التحميره، شويه هذا الخرقوم. سكينجبير البنات ما كانش عندي صافي ما درتوش. وانا شديت البصله قطعتها طويله مع شويه د الربيع صافي، وشويه الزيت. كنخلط من بين الزيت البلديه والزيت الروميه، كذا كنخلي حتى كيتشحر شي شويه. كنزيد كنمرق بواحد الكبيس، واحد شويه، غير واحد شويه، تنخلي شي شويه عاد كنزيد نمرقو مزيان بحال كما كتشوفوا في الصوره. هنا مرقت عليه حيت غادي نسد عليها البنات. كنسد عليه وكنخليه حتى كيطيب لي داك اللحم الراس مزيان مزيان. هانتوما غتشوفوا معايا ملي كيطيب. ها هو هنايا البنات طاب. شديت زدت ليه شويه ديال البصله مقطعه، وزدت ليه شويه ديال الربيع وشويه ديال الزبيب والقرفه. عاود القرفه ديك التصويره جات سابقه الزبيب والبصيله. المهم البنات ها هو كما كتشوفوا، راه هو اللحم راه طايب، راه غير كنزيد ليه هذوك باش تبقى ديك البصله شويه صحيحه شي شويه. وهانتوما معايا البنات شوفوا الطريقه والكماله ديال الفيديو. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر البنات، وشكرا لكم بزاف. ما تبخلوش عليا البنات بلايك وبشي تعليق مزيوان، وكذلك اللي ما مشتركش معايا في القناه تشترك معايا وتصيفط الفيديو ديالها، الفيديو ديالي لختها ولا لخالتها لعمتها لعائلتها كامله باش يتعاونوا معايا بابوني والتعاليق. وشكرا لكم بزاف وبشركم مبروكه، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وشكرا لكم البنات. العواشر البنات ما تنساوش تدعوا لي مع الوالده ديالي الله يرحمها ومع خواتاتي الله يرحمها، والله يرحم جميع امواتنا اللي عنده الوالدين ديالو يتهلا فيهم، واللي ميتين الله يرحمهم. الله يرحم الاب ديالي والام ديالي يا ربي ويجعلهم في الجنه الفردوس ان شاء الله يا ربي، وخواتاتي كذلك. الله يرحم جميع موتانا يا رب في هذه العواشر يا رب، وجميع موتاكم يا رب. ما تنسونيش البنات من لايك واشتراك في القناة وشي تعليق. شكرا لكم بزاف، الله يرحم الوالدين.